في كمان عندي حاجات جميله زي الاباجورات كلها مختلفه. قول لي كده سعرها كده؟ المقاس الكبير خالص ده 400 جنيه. ده 400 جنيه؟ اكبر مقاس. اسعار مصريين دي ولا اجانب؟ اسعار مصريين طبعا، اجانب 400 جنيه يا راجل الغالي. طب ده؟ دوت 350. اصغر منه في ازاز معشه وفي الخرز. ولا اصغر ده؟ 350 نفس الثمن. حاجات صغيره قوي دي. دي ب 200 الصغيرين. 200؟ وده 250 الاكبر شويه. تحت هنا؟ مختلفه بقى، هنا الصف ده اسعاره مختلفه. في حاجات الالاباستر دي. المباخر بتبدا من اول 250 جنيه، مبخره بتبقى رخام والغطا بتاعها نحاس. طب الطفايات دي؟ والطفايات بتبدا من اول 150 جنيه برضه، رخام برضه. قرب شويه. حاجات الخشب دي؟ الخشب دوت من اول 85. العود الديكور. الشيشه ديكور فيها مقاسات مختلفه باسعار مختلفه. عندنا شطرنجات فرعوني وتقليدي. ده صدف ده ولا قشره؟ لا ده صدف، العلبه بتبقى صدف طبيعي العلبه، والقطعه بتبقى نحاس. كام دي؟ ولا الطقم ده عامل 1700. لا حلو. نفس السعر ده 1700. ودرج يتحط فيه المشكله؟ بيتفتح من جوه، بترص الاحجار كده؟ اللي فوق انا بحسب درج يتسحب. لا مش درج، بيتفتح لفوق وترص الاحجار بالداخل. البطه من جوه هتيجي. الطاوله الكبيره دي؟ طاولات اسعار مختلفه. الكبيره دي كام؟ بتبدا من اول 700 جنيه اللي زي كده. والله؟ كذا كواليتي، دي 700، في حاجه زي كده دي ب 1000، دي ب 1000، دي 1500، دي هناك دي 1800. حلو والله. دي علب صدف دي؟ دي علب شكمجيه. الشكمجيات دي ايه؟ الشكمجيات بمقاسات مختلفة بكذا كواليتي، في كواليتي قليل شوية، في كواليتي أعلى، صدف طبيعي. نوع الخشب بيختلف، خشب أبيض، خشب باللسان. حاجة زي كده دي عاملة 200 جنيه. في الكبيرة بتاعتها خالص دي عاملة 500. عندي أكبر حاجة هنا ديت عاملة 900 جنيه. اللي هي السداسية دي؟ السداسية. طب والبوسترات دي؟ كوستر؟ ده الطقم ب 300، أي طقم كوستر من دول ب 300 أو اللي فوق دول. صواني، الصواني في صواني الصدف الخشب الزين ده الطقم ب 1000 أي واحد فيهم. ب 1000؟ في منه الفرعوني كمان. في الأكواب بقى، لو عايز تشوف الأكواب والأطباق النحاس الفلوس. على كده قول. ده طقم ده مش كده؟ ده طقم ده عامل كام ده؟ ده الطقم على بعض عامل 3000. 3000؟ الدلة دي دلة رسلان، دلة و6 كوبايات والصينية بتاعتها. طب والكنك ده؟ الكنك ده بورسلين فتحي محمود، بيبقى مختوم من تحت فتحي محمود. والله؟ المقاس الكبير خالص دي 450، والأكبر دي 550. فناجين ده برضه بورسلين فتحي محمود. أطقم؟ طقم 6 قطع، الطقم 6 ب 500. 500؟ الطقم 6 قطع. النحاسيات دي؟ دي أطباق بتبقى نحاس معمولة شغل يد وكلها هاند ميد. بتبدأ من أول 200 جنيه الصغيرة، بمقاسات مختلفة بقى بأسعار مختلفة. أغلى حاجة فيهم 1000 جنيه. اللي في الكاميرا دي كام؟ اللي في الكاميرا دي عاملة 750. ده طبق نحاس 25 سم أجور معمول يدوي كله. طب السبرتيات دي؟ السبرتيات بتبدأ من أول 200 جنيه زي كده. دي 200 جنيه؟ في بعد كده دي 300 250، في كذا مقاس يعني. الكنك ده؟ كنك ده بس ده مقاس كبير شوية. بكام ده؟ دي 250 الكبيرة. مباخر نحاس. كم؟ على حسب الحجم. حاجة زي كده دي ب 400 جنيه، في مقاسات وأسعار مختلفة. ربنا يوسع عليك يا رب. العصيان دي أسعارها إيه؟ العصيان أسعارها تتراوح من أول 150 جنيه لحد حاجات مثلا زي الخشب الأبانوس وحاجات زي كده لحد 4000. ده الأبانوس؟ أبانوس بجد؟ والله. أبانوس بيبقى مطعم بالصدف الطبيعي ومطعم بالأحجار الكريمة. ده ب4؟ اللي هو بيبقى مطعم أحجار كريمة وصدف طبيعي. أقل حاجة إيه؟ هي أنهي؟ 150 اللي هي عصاية عكاز خشب. ده ب 300 مربع، عندك الكبير ده ب 500، ده ب 400 جنيه السداسي، ده ب 350، ده ب 400 جنيه، ده ب 450، في ده ب 350 وده ب 300.
يعني الكبير خالص ده ب 2500، بينور من جوه، في اللمبه بتاعته والسلك والدوايه وكل حاجه على التشغيل بس. كل سنه وانتم طيبين طبعا. طيب بالصحة والسلامة. والجميل ده بكام؟ يعني ده ب 1800. 1800 ده ستانلس ستيل ما غيرش لونه، يفضل مع حضرتك كده على طول. كوفات الجلد دي؟ ده جلد طبيعي، وعندك جلد السكاي زي دوت. ده سكاي. جبل السكاي؟ السكاي يعني دوت عامل 100 الحبه، الاثنين ب 200. الاثنين ب 200. وده؟ دي الواحده عامله 400 جنيه جلد طبيعي. ودي نفس السعر؟ نفس السعر ذهبي. تسلم يا مدير، كل سنه وانت طيب. اهلا بيكم في احب الاماكن لقلبي، اصل القاهره، الحسين والازهر وخان الخليلي وشارع المعز والجماليه، الاماكن التاريخيه والشعبيه الرائعه. مفيش زياره بتكتمل لمصر من غير جوله في الحسين وخان الخليلي وشارع المعز. مكان لا ينام، بهجه وفرحه وراحه نفسيه بتدخل قلب كل اللي بيمر من هنا. مكان المتعه فيه مضمونه للجميع، مكان يحضنك ويمتعك ويحسن استقبالك من غير ما تصرف ولا مليم، ولو عايز هتصرف كل اللي معاك وتستلف كمان. الفن والإبداع بيطل عليك من كل حتة، من المباني والعمارة التاريخية. متحف مفتوح لأعظم ما أبدعه الفنان والمعماري المسلم على مر العصور. آثار من العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني لغاية العصر الحديث. تحف وأنتيكات موجودة على رفوف البازارات. تاريخ مصر كله بيطل عليك. أرفف عليها تحف فرعونية وورق بردي مع صواني نحاس وبراويز عليها آيات قرآنية، سجاد يدوي وسبح معمولة من أحجار كريمة، شخصيات مصرية منحوتة. تراثنا كله موجود فوق بعضه، وأهم من كل ده روحانيات الجامع الأزهر وسيدنا الحسين، ريحة البخور اللي في كل مكان. باختصار ما ينفعش تيجي مصر وما تجيش تشوفها وتتعرف عليها هنا. هنا خلاصة مصر والمصريين. احنا ورانا كده شارع سكة جديدة وشارع الموسكي، وداخلين على ميدان الحسين. لو دخلنا يمين هنلاقي شارع الازهر، النفق اللي بيطلعنا الناحية التانية قصاد جامع الازهر الشريف. دي قهاوي ومطاعم الحسين الشهيرة، وده مسجد سيدنا الحسين. المسجد بيرجع بناؤه لسنة 549 هجرية 1154 ميلادية. اتبنى تحت إشراف الوزير الصالح طلائع، اللي ليه جامع أول ما نخرج من باب زويل على طول نلاقيه في وشنا. طبعا احنا عارفين إن سيدنا الحسين ليه مشهد في كربلاء في العراق مدفون فيه الجسد الشريف، لكن المسجد هنا تم بناؤه حسب الرواية الفاطمية عشان يحوي الرأس الشريف اللي كانت موجودة في عسقلان في فلسطين، والخليفة الفاطمي أرسل بطلب قدوم الرأس إلى مصر خوفا عليها من الحملة الصليبية الأولى، وتم حمل الرأس الشريف لمصر ودفنها في المكان ده، وأقيم الجامع عليها. طبعا الجامع تم تجديده أيام عباس الأول والخديوي إسماعيل بالكامل. إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل عن مسجد سيدنا الحسين مرة تانية، لكن دلوقتي إحنا داخلين سوق خان الخليلي نتفرج عليه ونشوف التحف اللي فيه ونعرف حكايته وتاريخه. خان الخليلي موجود بين مشهد وجامع الحسين وشارع المعز. المكان اصله تربة الزعفران، تربة الاصل الشرقي الخاص بالخليفة المعز لدين الله الفاطمي. كان مكان الخان هنا قبور الخلفاء الفاطميين، لدرجة ان المعز وهو جاي مصر جاب معاه رفات ابائه واجداده علشان يدفنها في التربة هنا، تربة الزعفران. فضلت كده لغاية ما جه أمير مملوكي اسمه جهرقس الخليلي، وحب يبني لنفسه خان كبير بتمارس فيه كل أنواع التجارة. قعد يدور على مكان مناسب وقرر يبني الخان في مكان قريب من مسجد سلطانه الظاهر برقوق. مسجد سلطان الظاهر برقوق موجود في ميدان بين القصرين في شارع المعز، وكان وجود المقابر عائق بالنسبة له، لأنه معنى أنه يبني الخان هنا معناه أنه هينبش قبورهم. الخليلي كان عنده صديق شيخ اسمه شمس الدين محمد القليجي، شيخ حنفي كان بيعمل بالافتاء. سأله الرأي الشرعي في نبش القبور اللي موقفه مشروعه الاقتصادي. الشيخ اداله الفتوى اللي هو عايزها، وجهرقس الخليلي ما كدبش خبر ونبش تربة الزعفران واستخرج رفات عشرات الرجال والنساء وحطهم على ظهر الحمير ورماهم في مكان اسمه كيمان البرقية، وده كان عبارة عن مقلب زبالة كبير جدا مكانه دلوقتي حديقة الأزهر. ويمكن ده
وده السبب اللي خلى مؤسسة الأغا خان تبني حديقة الأزهر في المكان الموجودة فيه دلوقتي، لأنه فضل المكان ده مقلب زبالة لقرون طويلة، والمؤسسة حولته لجنة في قلب القاهرة. جهركس الخليلي ده كان مقرب من السلطان الظاهر برقوق، وكان واحد من أمرائه، وكان يحمل لقب أمير خور، ومعناها المشرف على الاسطبلات والبريد. كان اسمه جهركس، والخليلي دي نسبة إلى مدينة الخليل بفلسطين، علشان كده الخان اتسمى باسمه خان الخليلي. نهايته كانت مأساوية، خرج بأمر السلطان برقوق لتأديب بعض الخارجين على السلطان في دمشق، اتهزم في معركة كانت سنة 1389 ميلادية بسبب خيانة بعض الجنود وفرار الباقي، والمكريزي ذكر اليوم اللي مات فيه وعلق. وقتل الخليلي في يوم الاثنين 11 شهر ربيع الآخر سنة 91 و700، وترك على الأرض عاريا وسوءته مكشوفة وقد انتفخ، وكان طويلا عريضا إلى أن تمزق وبلي، عقوبة من الله بما هتك رمم الأئمة وأبنائهم. المكريزي علق بالطريقة دي على نهاية وجزاء جهركس الخليلي لما فعله برفات الفاطميين. السلطان الغوري هدم خان الخليلي القديم وبنى مكانه محلات ووكالات ونزل للتجار سنة 1511 ميلادية، وبنى 3 بوابات. الحوانيت اتهدمت ويعيد بنائها مرة تانية، لكن فضل بعض البوابات. خان الخليلي الزمن ما أثرش فيه، فضل العمر كله مركز للتجارة ومكان بيتهافت عليه الناس والتجار. بنتكلم في كام سنة؟ من 1382 ميلادية لما بناه جهركس الخليلي. الخليلي توفى 1389 زي ما قلنا، والغوري أعاد بناؤه 1511. يعني الخان فضل من 1382 ل 2025، بنتكلم في سوق عمره 643 سنة. تخيلوا، وده مش أقدم الأسواق، كان في أسواق من عمر القاهرة، لكن خان الخليلي اللي قدر يستمر لغاية دلوقتي ويقاوم عوامل الزمن. زي ما قلت لحضراتكم، المنطقة هنا هي الأروع في مصر، ونلاحظ تأثير كبير للمنطقة على عظماء الأدب والفنانين اللي كتبوا روايات زي نجيب محفوظ. المكان هنا كان عشقه، وكتب رواية اسمها خان الخليلي، ده غير بقية الروايات اللي كلنا عارفينها، قصر الشوق والسكرية وبين القصرين وغيره وغيره، وكلها المكان هنا هو البطل فيه. المكان كمان بيتميز بعدد كبير جدا من القهاوي المعروفة زي قهوة الفيشاوي وقهوة نجيب محفوظ وغيره. كنت عملت فيديو عن قهاوي الحسين وخان الخليلي موجود على القناة. أنا شخصيا لا أمل أبدا من التواجد في المكان ده. هتعوز إيه أكتر من كده؟ متحف آثار مفتوح في أعظم ما تم بناؤه في العصر الإسلامي، محلات بتبيع فن ومحلات بتبيع روايح وعطور، متعة للحواس كلها خارجة من المحلات اللي بتبيع الزيوت والعطور وروائح البخور في كل مكان. وموجود أقدم وأجمل المقاهي والمطاعم والمحلات، لوحة فنية ملهاش مثيل، وكل ده وبتعتبر خروجة وفسحة مجانية. مكان هو الأجمل في مصر. حفظ الله مصر وشعبها وأرضها وسمائها. كل الحب والتقدير لحضراتكم، لا تنسونا من الدعاء. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.